لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه كل ما تمنيتوا يا ربي، ويا ربي تبعد عليكم شر الخلق. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم تحضيرات ديال رمضان. ان شاء الله كل مره غنبقى ننزل معكم فيديو مختلف. اليوم ان شاء الله غنحضروا سلو مع بعضياتنا، يعني بالطريقه اللي موالفه دائما كنشارك معكم. ولكن بغيت نقول البنات، يعني هاد السلو هذا حيت الاغلبيه كيجي البنات صعيب في التحضير ديالو. هي المرحله الصعيبه في هاد السلو شنو هو البنات؟ هو التحمر ديال الدقيق. التحمر ديال الدقيق الا عطيتوه الخطر صافي، يعني راكم ساليتوا المراحل ديال السلو كامله. الا ما قدراتش الاخت او الاخوات يحمروه في الدار، يخرجوه شي فران اللي يكون موثوق، لان الاغلبيه ديال الاغلبيه ديال الفرار اللي كاينين في الزنقه ملي كتعطيهم الدقيق يحمروه يعني وكيتحرق ليه هذيك الطبقه مثلا الفوقانيه الا مشات تتحرقات، يعني مول الفران راه ما عنده غرض، غيمشي غيخلطها لكم مع الدقيق وما غتبانش اصلا واش دخل فيه الحراق ولا ما دخلش فيه. امتى غيبان؟ مني غتجمعوا المكونات كامله وغتجمعوا السلو ديالكم. ملي تجيو تذوقوه غتلقاو فيه واحد المروريه اللي هي خايبه. هذاك الشيء علاش انا كنصح من الاحسن حمروه في الدار، واللي ما قدراتش تشوف شي فران اللي يكون موثوق فيه بزاف وتوقف على الدقيق ديالها حتى يتحمر. انا صراحه حمرته في الدار. هذه يا بنات 10 كيلو. انايا درت الفورس، هاد المره درت الفورس. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا الفرينه يديروها، لا بغاو يديروا النص فورس والنص حرش يديروه، بغاو يديروا الفرينه مع الحرش يديروها، بغاو يديروا القمح الكامل يديروه. يعني عندكم الاختيار فاش ما درتو الدقيق غيجيكم زوين. يعني اي نوع ديال الدقيق درتوه راه غيجيكم زوين. انا هنايا 10 كيلو حمرتها وغربلتها وقاديتها. يعني قلت انايا نحمر كلشي ونوجد كلشي عاد نشاركو معكم. كيف ما كتشوفوا هنا عندي 10 كيلو ديال الدقيق، هنا عندي 4 كيلو ديال الجنجلان اللي حمرته في الكوكوت كيف ما كتشوفوا، وهنا عندي 4 كيلو ديال اللوز حتى هو قليته في الفران بلا ملحه. خليت كيلو خضر وخليت كيلو خضر باقي ما قليتوش باش غنفيني، وخليت كيلو ديال الجنجلان حتى هو اللي غنزيد مع اللوز. انا غنوريه لكم. بالنسبه شنو غنديروا في السلو ديالنا، ضروري كنعرفوا السلو كنحتاجوا ليه القرفه البلديه. شوفوا اللون ديال القرفه البلديه كيفاش داير، اللي طحنوها ضروري عند العطار. واخا يقول لكم هاي المكيكه يلا طحنتها، ما تاخذوش البنات، عبروا القرفه عواد وطحنوها قدام عينيكم. حيت واخا تاخذوها مطحونه عندهم، واخا يقول لك يلا طحنتها مثلا هاد الصباح ولا دابا، انا ما كنتاقش، ما نكذبش عليكم، الحاجه كتعجبني نشوفها قدام عينيا كتطحن. خديت هنايا النافع البستاني وخديت هنا النافع البلدي. انا ما درتش حبه حلاوه نهائيا، حبه حلاوه كتعطينا واحد المذاق مجهد وفيه المروره للسلو. ديروا النافع البستاني راه كتكون الحبه ديالو غليظه، وديروا النافع البلدي. عندي واحد الكوزه اللي هي صغيره كتبان لكم، غندير غير النص ديالها. وعندي المسكه الحره البنات، المسكه الحره ديال العبار الغرام. ما تاخذوش هذيك المسكه الحره اللي فيها اللي كتكون طويله بحال هكايا كتباع 5 دراهم، هذيك راه ماشي مسكه حره، هذيك راه غير بلاستيك وما ما عنده حتى مذاق هذاك اصلا، حيت ماشي المسكه الحره راه غاليه. المسكه الحره راه كتباع الغرام، خذوا 20 درهم للغرام وخدموا به. الكوزه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ماشي مشكل. انا كنضيف النص ديالها لان هي فيها الفوائد ديالها. الا فتوا القياس راه كتولي مضره للصحه. بالنسبه للقياسات هنايا حيت القرفه بلديه درت 7 ديال المعالق كبار، ما بين النافع البستاني والنافع البلدي درت 10 ديال المعالق. بما ان عندي انا هنايا 10 كيلو درت هنايا 10 ديال المعالق. دابا ان شاء الله غندوز نجمع هذا الشيء، وان شاء الله غندير كلشي في هذا البانيو. هذا كلشي غنخلطو في هذا البانيو وغنخرجو ان شاء الله العطار اللي غيطحن ليا هذه الكميه، لان كبيره عندي ما يمكنش نطحنها في الدار. دائما انا كل عام كنخرج العطار التركي هو اللي كيطحن ليا. ملي كتكون كميه صغيره راني كنخدمها في الدار، اما ملي كتكون عندي كميه كبيره يعني العطار التركي هو اللي كينفعني. تبارك الله عندهم ماكن كبارين ونقيين. المهم ان شاء الله غنخرج وغنشارك معكم كل شيء، خليكم معايا. هنايا ها اللوز اللي قلت لكم انا يلا سلقته وفسختو، يعني غنتسناه حتى ينشف مزيان، عاد ان شاء الله غنقليه. بما مشيت خرجت عند العطار وغنرجع نقليه. الجنجلان هذا حمرته ها هو، يعني هذا هو الفينيسو باش غنفيني. هادشي هو اللي غنهرمشو في الاخر.
نسيت ما قلتش لكم الملحه ضروري واحد المعلقه صغيره تكون عامره ديال الملحه، لان السلو ضروري خاصنا نلدو بشويه ملحه. كاين اللي كيديروا بلا ملحه ما كيجيش زوين. وبين قوسين هادشي هذا كامل اللي انا شاركت معكم راه بلا زبده بلا زيت نهائيا، ما كايناش النقطه ديال الزيت وما كايناش النقطه ديال الزبده. في حاله الا جاني هادشي ناشف في الطحين، وانا متاكده بانه ما غيجينيش ناشف، غنزيد الزيت البلديه النوع الممتاز اللي تكون حلوه وزوينه باش ما يخسرش لينا سلو من هنا لقدام. هذه في حالتي الا يعني انا دايرها بين قوسين، في حالتي الا خاصني ليدام راني غنزيد زيت الزيتون اللي تكون الكاليتي ديالو زوينه وحلوه. غندوزو على بركه الله. ضروري غنديرو هاد المرحله وغنغربلو هاد الشيء هذا، لان انا باقي ما غربلتوش، نغربلو ديريكت كما كتشوفوا. باش لا كانت شي حاجه ما مطحوناش ولا كانت شي حبه كبيره يعني ما تصعبش علينا القضيه. وهذا الشيء اللي غيبقى ليا هنا غنعبرو بالمعلقه وغنعوضو بمعلقه واحده اخرى، يعني غير البنات باش يفهموا. يعني شوفوا شحال بقى ليا، غنزيد معلقه واحده اخرى. شفتوا هذا الشيء هذا ما يمكنش ليا ندوزو غير هكا، حيت صعيب في النضغه. كاين اللي دراسو ضارينو، كاين اللي الله يحسن العون. النافع البلدي كل شيء البنات ضروري يكون مغربل. صافي هنايا درت معلقه واحده اخرى ديال النافع ومعلقه ديال النافع البستاني، ها هما هنايا بيناتهم جوج، يعني جوج معالق. انا عوضتهم عاوتاني هنايا، ان خاصنا نبقاو على نفس العبار. ولا غربلتو عبروه 10 معالق ديالكم ديريكت، زعما على حسب الكيلو اللي غديروا نتوما. يعني الا كنتو غديروا كيلو مثلا ديال اللوز وكيلو ديال الجنجلان، غديروا 2 كيلو ديال الفورص. يعني غديروا 2 معالق ديال النافع البستاني، معلقه ديال النافع البستاني ومعلقه ديال النافع البلدي ومعلقه ديال القرفه. هادشي اللي غديروا. ونسيت البنات ما قلتش لكم، بغيتو تخلطوه بالزمزمي خلطوه، بغيتو ديروا السكر كلاصي ديروه، بغيتو ديروا العسل الحار ديروه. انا الزمزمي صراحه ما بقاش هذاك الفري بحال ديال شحال هادي، انا غنجمعو غير بالسكر كلاصي. ما شاركتوش معكم لان ما عنديش حتى لهاد العطار ان شاء الله، وغناخذ كيلو اللي غنضيفها في هاد 10 كيلو هادي. صافي هنايا غندير القرفه حتى هي خاصها تغربل، يعني كلشي تغربل. هاد النقطه هادي راه مهمه. هانتوما صافي دابا غنحك الكوزه. كلشي البنات غنديرو في دقه وحده، غير السكر كلاصي ما عنديش، نخلي ان شاء الله حتى لتمايا وغنخلط كلشي. ضروري تشوفوا شي حكاكه اللي تكون رقيقه باش تحكوا فيها. صافي بقات لي دابا غير المسكه الحره والملحه. صافي هنايا غندير المسكه الحره دقيتها مع شويه سنيده، وغندير الملح. صافي هادشي اللي كاين دابا. هادشي كامل غندوز غنجمعو بيديا على هاد الشكل، ندخلو في بعضياتو. شفتوا احسن حاجه كتبقى العطار والله، باش الانسان كيرتاح حتى الماكينه ما يكونش عليها الضغط، سيرتو الا كانت كميه كبيره. سلام ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه علم الخيال. صافي البنات دابا هنايا غنقطع معكم وغنخلط هذاك الشيء مزيان، لان باقي الدقيق لتحت. ان شاء الله حسن نتلاقاو هاد العطار. كيتقال هذا الماكينه كبيره غدا كدير فيها 3 ولا 4 كيلو فقط ياك. تزداد 5 كيلو.
درتي فيديو كامل متك. درت سلو هنا في البانيو ما كفانيش السطل. تبارك الله شحال ثقيل، غير بقى راه نازل، ما ديرش يديك لا. صافي غنخويه دابا ان شاء الله هنايا باش نزيد نكمل في التخلاط ديالو. نزيد داك الفوق باش يطلع. يا حالب ماشي هذا غيجي مزرب تبارك الله. كي جا معلك بلا زيت بلا حتى شي حاجه. ها نتوما شوفوا شفتوا القوام ديالو على قولة الله اكبر. عرفتي ما نقولش لكم كي جا يعني راه مقوم على حقه وطريقه. هاد السلو هذا ها نتوما ما فيه لا زبده ولا زيت نهائيا، صحي مليار في المية. شفتوا صافي دابا انا دخلت للدار طحنت سلو. دابا غنبدا نهرمش في اللوز وفي الجنجله ان شاء الله، حتى هو غندير ليه واحد التهرميشه وانتم معايا. سخون عرفتي ما نقدرش نخدمو دابا، عرفتي سخون بزاف. الماكينه تبارك الله عرفتي عندهم خطيره كطحن مع باقه جديده ما نقولش لك. صافي دابا غنزيد هاد التقرميشه ديال الجنجلان واللوز صافي ونخليه حتى يبرد عاد غنخدمو بيديا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي معلك البنات وكيجي خطير وما فيش النقطه ديال الزيت ولا ديال الزبده. شوفوا تبارك الله كيفاش جا، راه بيو البنات. يعني ملي كنقول لكم انا شي حاجه بيو راه بيو. ودرت كاضافه درت كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال زيت العود اللي هو زوين، لاغام ديالو زوينه، يعني الكاليتي ديالو زوينه البنات. ديال سراغنا اللي كتكنبيع هو اللي درت في هذا السلو هذا. يعني قلت ضروري خاصني ندير زيت العود مادام ما دايراش الزبده ومادام ما دايراش الزيت، ضروري نديروا ليه زويته بلديه اللي تكون من النوع الممتاز البنات. ولا بغيتو نتوما ما ديروش اللوز ديروا في بلاصتو كاوكاو وديروه، يعني لكم الاختيار. المهم انا درت غير اللوز وجنجلان. ومرحبا بكم البنات. هادشي راه بطبيعه الحال راه دايره انا للبيع، يعني ماشي انا دايره لداري. الكميه كامله غناكلها انايا وتبارك الله مازال راه باقي ليا في السطل وباقي الخير. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا نخلي النمره ديال التليفون. بالنسبه لي كوموند البريوات الشباكيه البليغات بوشنيخ سلو، يعني جميع المعسلات، يعني كاع الشهيوات البريوات المالح، يعني كل شيء كنديروا الحمد لله. ولكن البنات غنشد غير القياس ديالي لان انا خدامه بوحدي ما كاينش اللي يعاوني. يعني مني غنحبس راني غنقولها لكم في الفيديو، غنقول لكم الناس راني حبست. هذا الشيء اللي كاين. والثمن البيع ديال السلو راه دايره ليه 150 درهم للكيلو البنات، 150 درهم للكيلو.
شوفوا كيفاش كيجي خطير البنات وزوين زوين بزاف. وبالنسبه للبنات اللي زعما جالسين غير في الدار وهذا وباغيين يجربوا شويه يديروا كميه قليله ويجربوه بالصحه والراحه راه غيجيهم زوين. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بارطاج القناه كومونتيرات زوينين وتابوناو فضلا وليس امر. الله يجازيكم بخير. عواشركم مبروكه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي وبسلام عليكم.